اذا اول حاجه غنتكلموا فيها هي المغرب ما من حقكش تهضر عليه، لا على مستوى السياسات نتاع الدوله ولا على مستوى المواقف ديال البشر وديال الشعب. غتكلم بشكل عام عن الفئات المعارضه او المسانده التي فرحت والتي نددت والتي شجعت والتي كذا، الله يعاون. تكلم بشكل عام كما كديروا في الجزيره، داكشي نتاع جمال ريان وهذاك الاخر داك سميتو داك السوري، كيفتحوا كيقولوا لماذا العرب منبطحون، ما يقولوش لماذا قطر منبطحه، لا كيقولوا كيمسحوها في العرب كاملين. لماذا الجيوش العربيه لا تدخل الى فلسطين؟ يقول لماذا الجيوش القطريه؟ الجزيره كاينه في قطر ولا لا؟ علاش كتعمم وكتمسح في العرب كاملين؟ لماذا الحكام العرب ولا يقومون الا بالتنديد في الجامعه العربيه؟ يا سبحان الله، ما قادرينش تتكلموا على الامير ديالكم، ما قادرينش تتكلموا على هذوك نتاعكم، وكتجمعوا هكذا في كل شيء. لماذا العرب؟ لماذا الحكام العرب؟ لماذا الزعت العرب؟ ايوا اخويا، حنا الشيء ديال العرب حنا لا يهمنا من الاخر، كما هما لما كنهموهمش حنا لا نهموهم. كنتكلم على هاد اللي بحالك انت، اللي بحالك ان بو بارتو صافي. عزوز طلب القيس. سير عزوز، سير عزوز، سير عزوز اصاحبي، سير عزوز، سير. دابا واش تحب؟ دابا انا كنرضع صباعي ولا انا شنو كيتسحب دابا؟ شنو كيتسحب لك دابا؟ ملي غطلع اش غتقول؟ دابا ملي غطلع نتاع عزوز اش غتقول؟ شنو غتلعب دابا؟ غتلعب زعما راه واخي سعيد برنوس بصح عندك الحق، هذاك يماني ما خصوش يدخل بيناتنا. بز يا ودي بز عليا انا، وانا غنقول لك بصح اخي عزوز عندك الحق، عندك الحق اخي عزوز، الله العظيم بالله الى اليمن مره اخرى غادي نجريو عليه صافي. من نيتك عزوز، ها من نيتك دابا هاد اللحظه اللي راني نضرب فيه غادي نطلعك انت. دابا عرفت الله وشنو غتقول؟ دابا عندك جوج حلول، يا اما غتدافع عليه يا اما غتهاجمو، وبجوجهم يعني غتبان في واحد الموقف بايخ عزوز. وسير بحال عزوز، سير فتحوا عاود شي لايف نتاع البيستاش بيناتكم وقولوا ودي باننا درنا واخترقنا فلان وجبدنا له الرقم ديال التليفون وعرفنا السر ديال فلان وعرفنا القمجه اللي كيحددها فلان عند الحداد الفلاني، فهمت؟ والقمجه ديال ابرنوس راه كيحددها عند واحد الحلاق سميتو كيبيع اللبن حداه واحد مول المقزاره كيبيع الفاخر. سير هذا راه هذا المستوى ديالكم هو هذا، فهمت اخي عزوز؟ نتوما ماشي ديال النقاش ديال المواقف السياسيه، نتوما غير شوفوا الالوان، شوفوا الحلاق ديال الحجام ديال الفرماسيان اللي كيبيع الدواء ديال الفاخر، فهمت؟ وهضروا فيهم. عزوز ماشي ديال هادشي، سير بحال عزوز. والله العظيم الا عزوز الا بيليغرو بالله بيستاش تحفه. شتي التيك توك بلا بيستاش بحال الجزائر بلا عبد المجيد تبون، مصيبه صح، ما يمكنش، ما تقدرش تقبلها، ما تقدرش تقبل انت الجزائر بلا السي عبد المجيد. قال لك غيجيبوا صبري بوقادوم، لا عندكم تجيبوا لنا بوقادوم صاحبي، والله عندك هو الجزائريين عندك تصوتوا على بوقادوم، بوقادوم بعقلو والسيد مرزن، لا عندك ديروها بصحه الوالدين، والله خليونا تبون نضحكوا. والبيستاش عندك وشي نهار تهزوا جلالبكم وما تباتوش هنا، شيماء العز عندك وشي نهار يطلع لكم الدم وتهزوا جلالبكم وما تباتوش هنا، خليوكم انتم الملحه ديال التيك توك، والله انتم الملحه التيك توك صح. ها انت شتي دابا 5 دقائق وانا كنهضر غير على يلاه طلبتي الكيست وجبت 5 دقائق الهضره عليك وضحكنا ونشطنا. تخيل دابا نقبل لك الكيست غنجيبوا 20 دقيقه نضحكوا، ومن مور ما غادي تنزل غنضحكوا ساعه، والله العظيم تنقول لك ملحه صاحبي تحفه، والله العظيم ثم تحفه. الشرعي قد استدعاك يجي هو
الشرعي درت له الطلب ديال الكيست بشكل اخوي، ما قبلوش. مره اخرى الا بغى يجي عندي هو يجي. شكون غيكون هذا الشرعي اللي يمشي عنده انا؟ يلا زيد معاك. طاح مع بني ورياغ لا بن عمي، طاح مع الريف يا بن عمي ديالي. فهمتيني ولا؟ احنا الريافه ديالنا وبني وهي غير كي غاسل السجن طلب القسط القسط النيع كي غاسل السجن. فهمنا لا؟ إسرائيل هم يوكي هذيك اكسبتيها ايوا صافي. لو ديال انت ما ريخص ديما ماروك العز الله يحفظك. الا بغى يجي عندي هو ايا فين كنا عند اسعد الشرعي. اسعد الشرعي كيلعب لعبه خطيره جدا. فهمنا؟ كيلعب واحد اللعبه ديال ان يقلب المغاربه على المغاربه اللي كيطرحوا الاسئله، المغاربه اللي كيتضامنوا. شوفوا الاخوان، سعيد برنوس كيقول لكم المغاربه الذين خرجوا في احتجاج الله يعاونهم. المغاربه اللي قال لك اش كتخربق حماس الله يعاونهم. المغاربه اللي طرحوا اسئله على الولاد ديال هنيه اللي في قطر، 7 د الولاد هكا دايرين، حتى واحد فيهم ما مضروب ما مهرس رجل ما مشى لي يضرب في اسرائيل. حنا كمغاربه كنطرحوا هاد الاسئله الله يعاونهم. اللي كيدعي مع الفلسطينيين في الصلاه الله يتقبل والله يعاون. اللي كيتسائلوا كيقولوا وديك دا هذيك خطه وهذيك في اطار تسويات جديده وفي اطار شرق متوسط جديد الله يعاون. اللي كيقول بان امريكا بغات دير واحد الخريطه جديده الله يعاون. شوف حنا المغاربه مجتمع حي، نحن مجتمع حي. قولوها لذاك اسعد الشرعي. نحن شوف ذاك اللغه ديال التعميم والمغاربه كلهم، لا حنا مجتمع، نحن مجتمع. ما كنبيعوش حنايا هنايا العجل لشي واحد، عندك يبيع لكم العجل شي واحد. نحن مجتمع، عندنا اطياف سياسيه، عندنا اطياف ايديولوجيه، عندنا نقاشات، عندنا شد عليا نقطع عليك، عندنا نقابات بيناتنا. احنا مجتمع حي يمارس حيويته وفق ما يخوله هذا الوطن الحبيب المسمى مغرب، وعلى رأسه جلالة الملك محمد السادس اللي كيضمن لهاد المغاربة واحد العدد نتاع الامكانيات والمساحات فين يمارسوا الاختلافات نتاعهم، الاختلافات السياسيه، الايديولوجيه، الفكريه، سميها ما تشاء. وانا والله ما تحشيها لي اسعد الشرعي باش نمشي نهجم على خوتي لانهم خرجوا يحتجوا، او لانهم ما خرجوش يحتجوا، او لانهم كتبوا تدوينات كيقولوا ودي اش كتخربق حماس. نحن مجتمع حي، اعود لاقولها، ما تخليوهمش يلعبوا. راه جبات ديك القضيه ديال كاره العرب وكذا وكذا باش يقلب على الامازيغيه والامازيغيين. اتونسيون اتونسيون، ديما ماروك العز عاودها بالجهد. ايوا قلتها نفيق الجيران عاود. فهمنا؟ اذا انا انصح اسعد الشرعي من هذا المنبر، كنقول له هذا الموضوع هذا سدو. المغاربه ما تجبدهمش، سير اخويا جيب المعلومات، جيب المعطيات، فين وصلت قسان، فين وصلت حماس، داروا كذا، عطي الناس صاحبي، نورنا صاحبي، نورنا ودير القراءات نتاعك صاحبي، نورنا بشنو واقع تما، شنو واقع في الميدان، وقول لنا وشنو كاين هنا وشنو كاين هنا وكذا، وقول انت القراءه ديالك والراي ديالك فين غيمشي داك الشيء، فين غيوصل. صافي ونسى عليك المغرب، لان انت المغرب فاش كنت كتناقش المغرب تناقش المغرب في واحد النيش اللي متعارف عليه، سميتو المغرب الجزائر. ولكن ملي تجي قضيه فيها غزه راهيه وانت يبان لك غير المغرب، اسمح لي يا ابن عمي ولا المغاربه نو. وداك التأليب اللي كدير على اليهود وعلى كذا وعلى كذا، راه شفنا النتيجه اللي وقعت في مصر. هاي الان مصر ضربه قادمه لمصر.
ضربه قاضيه للاقتصاد المصري، وداك مصر صافي كلات الضربه اللي صعيبه بزاف. هذاك البوليسي اللي قتل جوج اسرائيليين راه هكذا كيبداو يشحنوا. اسعد الشرعي انا قريب غادي نتهمك بهذا الشيء، وسيحق لي ان اتهمك، لان شفتك درتي واحد الاشاده بواحد السيد في الحوز، واحد السيد ناط تما كيغوت وكيحتج، وانت درتي الاشاده. راه غادي نجبدوا لك من الارشيف اسعد الشرعي، غادي نجبدوا لك من الارشيف، وساتهمك بانك كتزرع ردود افعال ضد الزوار نتاع المغرب او المغاربه نتاع المهجر اللي كيجيو للمغرب. انا متاكد ان المغاربه اذكياء، ومتاكد ان المغاربه عارفين اش كيدار، وان المغاربه مجتمع حي وكيعرفوا شنو هما ولاد بلادهم وشنو هو كذا وشنو هادي. ولكن باش تلعب نتاع التحريض راه ساتهمك انا بوحدي في اللايف، وملي غادي نجيب الحويجات غتسجل وغتبان وغتقرا. داك الساعه فكها مع من وحلتي يا ابن عمي. اذا نصيحتي لاسعد الشرعي، المغاربه راه عطاو لك درس. انا شفت التعليقات لا في اليوتيوب لا في التيك توك شبعوا لك اخان، شبعوا لك اخان ابن عمي، كيقول لك الامازيغيه باش ما تفهمهاش. شبعوا لك ابن عمي، بقاو تما فهمت. وكاين اللي قالها بالريفيه، كاين اللي قالها بالامازيغيه ديال اطلس وسوس. شفنا داك الشيء كامل. ودابا الا بغيتي تكون براغماتي وترجع لذاك القضيه ديال الاسترزاق التيك توكي والفيسبوكي واليوتيوبي، قرا هذه القضيه اللي قلت لك ديال المغاربه اللي شبعوا لك في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي التيك توك، وقرا داك الشيء اللي قلتيه داك النهار مع داك الشيء اللي قلتيه البارح واليوم، وشوف التداعيات ديال الهضره ديالك سواء هناك في بريطانيا او هنا في المغرب. قراها، انت ذكي، انا كنعرفك انت ذكي، ودير المراجعات اليوم، المراجعات ديالك ديرها اليوم. لان غدا غادي تزيد تستفز، والمغاربه غيستفزوك. انا قلت لك المغاربه راه استفزوك. وغادي تزيد تقول شي هضره ماشي هي هذيك وغتجيبها في راسك. الا ما جبتيهاش في الانجليز غتجيبها انا في المغرب، او لعل الاقل المغرب راه سميتو. لان الامر ابن عمي انا كيبان لي تحريض ديال المغاربه ضد المغاربه. انا هكا غنسميها. ملي غتجي تقول لي انا تما من يعادي العرب، اسمح لي ما نسمحلكش، ما كاينش مغربي يعادي العرب. كاين مغاربه يناقشون القضيه الامازيغيه، كاين وحدين اخرين كيقولوا لهم انتم داك الشيء نتاع الامازيغيه ديالكم وريونا كي غديروا لها. نقاش عادي، مجتمع حي. انا قلت لك انا مجتمع حي في المغرب، حنا واحد الشعب عندنا نقاشات حيه، ونناقش كي غنديروا لهاد الامازيغيه، كي غنديروا الهويه، شنو هي الهويه، ما معنى الانتماء، ما معنى كذا، والحقوق اللغويه ديال كذا. هذه نقاش شد عليا نقطع عليك كنديروه بيناتنا. ولكن لا احد يعادي العرب ولا احد يعادي الامازيغ، لا احد يعادي العرب ولا احد يعادي الامازيغ في هذه البلاد السعيده. اذا ما تلعبش الدور ديال الخسيسين والانذال. وفلسطين راني قلت لك اسئله مفتوحه يحق للمغاربه انهم يطرحوها كما بغاو. انا نتفق معك، نتفق مع هذا، نختلف مع هذا، حنا كما قلت لك كل واحد والقراءات نتاعو، كل واحد والتجربه نتاعته. غير التجربه نتاعتنا في التلقي سكون ابيل لا ريسبسيون نتاع الاحداث. راه عشنا تجارب، رغم انا مازال صغير، انا غير 47 سنه، كاين اللي كبر مني. راه عشنا التجربه نتاع، انا شخصيا عشت التجربه نتاع حرب الخليج الاولى،
الانتفاضات الفلسطينيه الثانيه والثالثه، حرب الخليج الثانيه، الربيع العربي او ما يسمى بالربيع العربي، ثوره الياسمين، داكشي نتاع مصر ما كنتش كنعس. داكشي اللي وقع في مصر في ذاك الميدان التحرير ما كنتش كنعس. 4 ل 5 الصباح انا مازال كنقلب بين القنوات باش نفهموا شنو كاين، باش نعرفوا شنو كاين. ومن موراها ليبيا وسوريا وكذا وكذا وكذا. يعني هاد التجارب هذه كامله راكمنا فيها بزاف نتاع الخبرات، وبالتالي حتى حنا عندنا الرؤيه ديالنا الاشياء اللي كتوقع الان في غزه. انت بغيتي تفرح فرح، بغيتي تحزن حزن، انا نفرح نحزن. كل واحد سوقو، ما تبندد عليا ما تبندد عليك، وانت اكثر ما لان انا حتى انا راه غدا غادي نمشي نجبد انا اليمن عاود. غنمشي عند اليمن نبقى نجبد انا اليمنيين. فهم ما انا ما فهمتش كيفاش كيعطي راسو حق. والله العظيم اللي كتجيني غريبه جدا الاخوان، كتجيني غريبه. كيفاش دابا انت كتعطي راسك حق تنقز ما عرف شحال من شعب وتمشي عند اليمنيين وتقول لهم ايها اليمنيون لماذا انتم ومنكم 10 لا يباركون؟ بغيت غريبه، جاتني غريبه انا هذه القضيه هذه. ما فهمتش دابا واش ما فهمتش. سلام مجد، مرحبا. المهم خرج في مانشستر واحد غير هذه كلينيكس وحده وكتب فيها، انا كتبها بالمقلوب باش تبان لكم سميتو. ها شنو تكتبها، انا كنتحداك عاود. ها شنو تكتب، صافي. ياسير، قلت لك ياسير. اسعد الشرع. ها شنو تكتب، غير هذه بركه. وخرج تما في سميتو على برا ودير التليفون كما كيدير احمد سلطانه ودير هاك بوحدك. شوف، ما تخرج 1000 ما تخرج 2000، ياك انت شريف عفيف، ياك انت ما كدير والو. شوف، ما تجبد حماس، ما تجبد القسام ولا العزام ولا الكلاب، ما تشوف، لان هذوك راك عارف مسجلين تما عند الانجليز، عارف انا نخاف عليك. دير غير هذه مع غزه صافي، بارك عليك. وفتح لنا اللايف من تما. قال لها الجوهره، قال لها لا ما نكذبوا حنا وعي 7000 ديال التيك توك وانا اتكتك. ايوا صاحبي، ما كتحشمش من اللي انت غير تكتيكي وصافي. شداك انت لهذا الشيء ديال والوعد الله والكذا والحق، شداك وكتزايد علينا بالدين وكتزايد علينا بالله وبالقران. شداك انت ملي انت غير تكتيك، ملي ما قادر دير حتى وزع تعطي الدروس. اكتبها بالعربيه، شتا يكتبها باللونجلي، لا كتبها باللونجلي راه مصيبه. كتبها بالعربيه، ما يعرفوش شنو كيكتب تما كاع. خي بوسطون العز خي سيمو. برد بن عمي، شنو تبرد السيد، راه كيلعب لداخل، راه بدا كيعطي الحق راسو يلعب بين المغاربه لداخل، يخيط بين المغاربه. هي بن عمي وشنو كيستناك. انا كنقولها له نيشان كنقول له اليوم يراجع الاوراق ديالو الحسابات ديالو، كنقولها له اليوم، لان غدا الا بقى في ذاك الهضره عاود يجبد المغاربه ويجبد 10 المغاربه وعلاش وكذا وهذه، ويقدر يجبدني انا، يقدر يجبد شي واحد اخر. المغاربه غيستفزوك وغادي تزيد تقول شي حاجه اخرى اللي غتجيب فيها الربحه. عندك يسحب لك بحال هاد هوكستان راه عندهم بحال كيديروا فضيحه، كيقولوا عاشت بون ولا عاشت شنقريحه كيميكوا عليه.
واخا كنورطوهم وكنديروا لهم الصوابن، ولكن في الانجليز والله ما يعقلوا عليك. اسعد كان يتسناك، قول له يجي هو. تسناني انا مشيت كنت تما، طلبت الكيست، استنيت 10 دقائق قبل الاول الثاني الثالث قبل الرابع، ما قبلنيش الله يعاود. دابا ما غاديش نعاود نمشي عنده وما غاديش نعاود نطلب الكيست اللي بغاني يجي عندي، ولا علاش يجي عندي اصلا، اللي غنقولو يمشي يرد عليه هو في لايف ولا فيديو اخر. صافي. صافي. ونهار اللي غيقول كلمه غتعجبني غنقول له عجبتيني، النهار اللي غيقول كلمه ما تعجبنيش نقول له حبس. هذه شوف بدون احقاد ولا لا 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 لا، عندكم يتسحبكم راه زعما لا لا. نهار اللي غادي يبان بانه بغى يدير شي تجاوزات معينه غادي تحبس، نهار اللي غتقول شي حاجه اللي تعجبني غنقول لك الله يعاون. حنا لسنا اطلاقيين، انا بعدا شخصيا لست من الاطلاقيين. انا ما عمرني كنت اطلاقي في الافكار نتاعي ولا في المواقف نتاعي. اطلاقي في حاجه واحده، المبادئ سي اطلاقي، المبادئ لا تناقش. لا دابا انا فين عصبني وشنو كيقول؟ كل مره كيقول وانا عندي اسماء وغادي نقولها وساقولها بالاسم. ايوا قولها، علاش ما تقولهاش؟ وهادو شكون هما كاع بسلامة الله؟ هادو شكون هما؟ ياك هادو مدونين. وشنو داروا؟ داروا التدوين. فين دونوا؟ واش كتبوا في الورقه وحطوها في المجر؟ جيتي انت بالتجسس لقيتيها في المجر ديالهم؟ لا، فين دونوا؟ في العموم، يعني معروفين، وهما كتبوا داك الشيء باش يتعرفوا. وانت علاش راك تدس عليهم؟ يعني الحاجه اللي علنيه كتخبعها، والحاجه اللي سريه كتعلنها. وشنو كتسمي هذه؟ هي مكتوبه في تويتر، الناس كتبوها في تويتر. ما معنى كتبوه في تويتر؟ يعني بغاو يتعرفوا اسماء فلان الفلاني. انت تهديد او صاحبنا او صحابنا اللي كانت عندك معاهم كونفرساسيون في الخاص، مشيتي انت فرشتيها في العام. اش كتسمى هذه؟ ها اش كتسمى هذه؟ فيقوا عقال بريق. موريش تحياتي. فيقوا عقال بريق، فيقوا عقال بريق والله العظيم الا في شكل كاع. يا ترى يا حبيبي يا ترى اين ما غنيناش، خصنا نضحكوا شويه حقا، واه خصنا نضحكوا. كيبان لي مواطن راه معايا يسير في شي لايف. لا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ محمد الفيزازي صديقنا العزيز. من هذا الذي عصبك؟ عصبني سميتو عاود ياسر لا، عصبني اسعد الشرعي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل حال أخي أسعد، أخي قلت أسعد، أخي السعيد أبرنوس، ولأن تقديري لك مؤكد يقينا، والحمد لله رب العالمين. أنا أشاطرك الرأي في أن كل ما يجري في هذه المنصات ولا حتى في الساحة العمومية وفي الشارع المغربي يبقى آراء لأصحابها، أصحابها مسؤولون عنها، ولا نصادر فكرة أي أحد، لا نصادر فكرة أي أحد، هي أفكار. عجبني قولك بأنك يعني إطلاقي في المبادئ. المبادئ حقيقة هي التي تصنع منا الهوية. المبادئ هي التي نحن بها نكون أو لا نكون، فهذه طبعا لا تناقش، ونجادلها بكل قوة وننافح عنها يقينا. ما سوى ذلك تبقى مجرد آراء. فليقل من شاء ما شاء، والقول قوله، وكل يعني كما يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القضية الفلسطينية لا يزايد علينا أحد،
ملك البلاد استقبل إسماعيل هنية واستقبل الحكومة الغزاوية، وكان ذلك بعد الذي يسمونه بالتطبيع. وأنا شخصيا مع سياستي السياسة الرسمية لملك البلاد. ودعوني أقول لأمير المؤمنين، باعتبار أن مسجد الأقصى ومسجد القدس قضية إيمانية قبل أي شيء آخر، فأنا أضم صوتي وأقف خلف ملكي في سياسته العامة تجاه إسرائيل وتجاه الفلسطينيين، يقينا مني بأن ملك البلاد والدولة المغربية رسميا ليست مستعدة ولم تكن في يوم من الأيام أن تتخلى عن مصالح الشعب الفلسطيني ومصالح الدولة الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى يقينا. وهذا يؤيده التاريخ ويؤيده الواقع وتؤيده الهوية. القوات المسلحة الملكية أراقت دمها في الجولان، القوات المسلحة الملكية قاومت الإسرائيليين في سيناء جنبا إلى جنب مع المصريين وجنبا مع جنب مع السوريين، والقوات المغربية دائما في كل قضية عادلة في إفريقيا وفي غيرها. فإذا لا يزايد علينا أحد في القضية الفلسطينية. يعني أن يقول قائل بأنه ضد ما فعلته الحماس أو الجناح العسكري أو الذراع العسكري لحماس، الكتائب القسام وغيرها، يعني يقول أنا ضد ذلك، وأنا هذا رأيه ويتحمل رأيه في الدنيا وفي الآخرة. هي مجرد آراء، قد يكون مخطئا وقد لا يكون. يعني هل هناك يعني مسلم واحد مغربي، خلينا نقول، هل هناك مغربي واحد يفرح عندما تضرب إسرائيل الفلسطينيين ويحزن عندما يضرب الفلسطينيون الإسرائيليين؟ لا أظن ذلك. لكن عندما نضع المسألة برمتها في ميزان السياسة وبعد النظر والتحليل على المدى المتوسط والبعيد والمآلات لكل حركة جهادية نضالية قتالية، ما هي المآلات، ما هو الكسب، ما هي الخسارة، ماذا، ونطرح بكل أريحية ما هي الأسس التي اعتمدتها حماس في مهاجمتها لإسرائيل. حماس هل هي تستهين بالدم الفلسطيني؟ هل هي لا تدرك بأن إسرائيل لعلها تكتسح غزة وتعيث في الأرض فساد؟ هل هي تدرك ذلك أو لا تدرك؟ هل تسترخص الإنسان الغزاوي نساء وأطفالا وهي يعني لا، بكل تأكيد ترجح أنه ممكن أن تكون هذه العملية وغيرها يعني وبالا على الفلسطيني؟ هل هي تدرك أو لا تدرك؟ طبعا تدرك، يقينا أنها تدرك. وطبعا لا يخفى عليك أخي السعيد أن الطرح الغزاوي والفلسطيني الآن يقولون لك نحن نقتل في كل يوم، نحن في حصار مطبق على غزة، نحن في سجن. الصوت كيتقطع الشيخ. سيدي محمد، أستاذي، الصوت يتقطع، أعتقد الكونيكسيون، يمكنك تتحرك. حصرون في جو الحواجز إذن أعتذر الشيخ، أعتقد أن المشكل في الكونيكسيون، غير تشوف شي بلاصة فيها كونيكسيون قوية. مرحبا بك مرة أخرى. مجموعة من التساؤلات، يعني أو إضافات أو كذا. أنا في قضية أسعد الشرعي منذ البداية
يعني دائما يعزف على هذا الوتر، لأنه يعرف أن هناك يعني أزمة حقيقية بين المغرب والجزائر بين قضيتين، وهو يعزف على هذه النقطة ربما للمشاهدات ولا للبوز إلى غير ذلك. النقطة الثانية يا أخي سعيد غادي نقولها بالشرحة ومن بعد نترجمها من العربية. يعني المغربة الدول يا سنتي دخول، يعني يتسمى اسم قاعدين سميتو مثلا، يعني عندما نلاحظ الجزائريين الكراغلة كلما تدخلوا في موضوع يكون بعيد عن التطبيع، لابد يدخلوا التطبيع، لابد يتكلموا على التطبيع، وكأن المغرب هو البلد الوحيد الذي طبع مع يعني إسرائيل، مع أن التطبيع عندما نناقشه وما قال فيه العلماء هناك مؤيد وهناك معارض وهناك استشهادات، هناك آيات، هناك أحاديث، كثير من هذا الشيء. القضية الأخرى ما أقدمت عليه حماس، أنا شخصيا يعني الفعل أطرح عليها أكثر من علم. نعم، تسمعني الأخ سعيد؟ لا كنسمعك غير الشيخ فيزازي قبلت له الكيست نعم، وما أنا يعني نحن مع القضية الفلسطينية، والمغرب يعني منذ سنوات وهو يقدم الدعم للقضية الفلسطينية وللقدس وكذا، وسياسيا أمس دعا إلى اجتماع وزراء خارجية العرب وإلى يعني لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في القضية الفلسطينية ولا في القدس. المغاربة هم مع فلسطين مع القدس، ولكن السؤال اللي أطرحه ما قامت به حماس يعني أمس، يعني لدي عمل غير مسبوق، ويسجل أكثر من علامات استفهام، حتى أصبحنا نطرح السؤال. الكثير من المحللين السياسيين يطرحون السؤال: من الرابح فيما أقدمت عليه حماس؟ هل فلسطين؟ هل إسرائيل؟ هل غزة؟ هل كذا؟ وبين منذ نهار الأمس إلى اليوم ربما العدد يصل 1000 قتيل من الجانب الفلسطيني. إذن أنتم ومن قتلتم. الجانب الإسرائيلي أيضا، ومن الجانب الإسرائيلي راه 1000. نعم، ولكن أنا يعني ما تنقله قناة الجزيرة، والله أنا أحتاط من هذه القناة، لأن الجزيرة كما تعلمون يعني وراء كل توتر، يعني قناة الجزيرة قناة إعلامية أخذت صور دخلت إلى إسرائيل، يعني صور لم تحصل عليها قنوات أخرى. هنا أيضا علامة يعني أكثر من علامة استفهام. على أي اختصر سي مولود الله يحفظك، اختصر في دقيقة الله يكبر بك. نعم إن شاء الله. خلاصة هذا في دقيقة. ما أقول، إن هذه الأسئلة وهذا الشيء ما وقع، يعني الإنسان يجب أن نتجرد شيئا ما من العاطفة. ثم أسعد الشرعي يجب أن نتصدى له، يعني في منصتنا وكما فعلت في منصتك، وسنصعد إليه إن أتيحت لنا الفرصة، سنصعد إليه لنناقشه ونوقفه عند حده. وهذا ما يمكن أن أقول، وتحياتي لكم. شكرا سي مولود، شكرا سي مولود، شكرا الله يحفظك سي مولود، شكرا بزاف أستاذي الله يكبر بك. شكرا. لا فاطمه الزهراء استنى، غادي تستنى شويه معنا الله يحفظك على ما يكمل السي الشيخ محمد فيازي المداخله ديالو. تفضل الشيخ ديالنا، تفضل. واخا سيدي شكر الله لك. اسف، المشكل مشكل لا كونيكسيون. الان ربما سيتحسن الخط اكثر وتتحسن الشبكه. شكرا لك. اعود لاقول بان يعني هذا البعبع الذي اسمه التطبيع
أنا يا سيدي مع أنه مع القول بأنه تطبيع، يعني لماذا أخجل وأقول تجديد علاقات وإلى آخره؟ حتى الدولة المغربية عندما تتحدث باللغة الفرنسية تسميه تطبيعا، لا نورماليزاسيون، وليس هناك أي تعريف. والتطبيع ممكن أن أدافع عنه شرعا بالنصوص القرآنية والسنة النبوية حتى الصباح. التطبيع تطبيع، لكن القول بأن التطبيع خيانة من قالها؟ من قال التطبيع خيانة؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم خان دين الإسلام عندما طبع مع اليهود وأصدر ما يسمى بالصحيفة، وهي التي سجلت العلاقات التي ينبغي أن يكون عليها الحياة الاجتماعية والسياسية بين المسلمين واليهود، مع بني عوف، مع بني النضير، مع بني قينقاع، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم خان دين الإسلام؟ عياذا بالله. هل هذا الذي نريد أن نقول؟ فتح العلاقات مع اليهود ومع النصارى علاقة، نحن لم نطبع معهم روحيا ولا إيمانيا. لا اليهود يتبعون القرآن ولا المسلمون يتبعون التلمود. المغاربة مسلمون وسيظلون مسلمين إلى يوم الدين. فإذا لماذا يزيدون على التطبيع خيانة؟ من قالها؟ من قالها؟ هي مجرد علاقات اقتصادية سياسية عسكرية ثقافية سياحية، لكن ليست علاقة إيمانية أو روحية أو دينية. لكم دينكم ولي دين هو المبدأ الأصيل المؤصل في هذه المملكة عندما نتعامل مع اليهود. اليهود المغاربة لهم معابدهم ولهم طرائقهم، بالمناسبة ما يجري الحديث هنا حول مدونة الأحوال أو مدونة الأسرة، اليهود المغاربة لا تعنيهم مدونة الأسرة، ولم يطلب من اليهود المغاربة ولا واحد أن يعطينا رأيه في مدونة الأسرة ولا في تجديدها ولا في تنقيحها ولا في مراجعتها ولا أي شيء. ليه؟ لسبب بسيط، أن مدونة الأسرة لا تعنيهم. لهم مدونتهم الخاصة ودينهم الخاص وعبادتهم الخاصة وشرائعهم الخاصة، في حين أنهم مغاربة. فإذا ينبغي أن علاقتنا بإسرائيل علاقة سيادية مصلحية. نحن لا نقل إيمانا عن ملك البلاد، ولا نقل غيرة على الفلسطينيين وفلسطين والأقصى والمسجد، لا نقل عن ملك البلاد غيرة ولا أنفة ولا نخوا ولا تدينا ولا هم يحزنون. ومن قال غير ذلك فهو كذاب أشير، لا أقل ولا أكثر. لا نزايد على ملك البلاد في الوطنية وفي حبه لوطنه وفي حبه للمغاربة وإلى آخره، أبدا أبدا. إذن هي علاقات. وإلا الدليل الشرعي الذي يمكن الدليل الشرعي الوهمي الذي يمكن أن نتبناه في رفض العلاقة أو التطبيع مع إسرائيل هو نفسه الدليل الذي سوف نستعمله في رفض التطبيع مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرنسا، مع بريطانيا، مع ألمانيا، مع كل الدول. إن كان الكفر ملة واحدة، أليس كذلك؟ الكفر ملة واحدة. فإذا لماذا نجيز التطبيع مع الدنيا كلها ولا نجيز التطبيع مع دولة إسرائيل؟ إسرائيل دولة، أحب من أحب كره من كره. لا تقل لي بهذا كيان. ما معنى كيان؟ ما معنى كيان؟ كيان بمعنى كائن، إذا موجود. أنت في قولك كلمة كيان وتريد إقصاء دولة إسرائيل كيان، فأنت تثبت دولة إسرائيل بنفس اللفظ كيان، فهي كائن. هي كائن العالم كله يعترف بها، لها مقعد ككل الدول في الأمم المتحدة، لها الاعترافات. أغلب الدول في الدنيا تعترف بدولة إسرائيل، حتى الذين هم في ما يسمى بالممانعة والتطهير يعترفون بدولة. أليس كل المسؤولين الجزائريين يؤمنون ويعتقدون ويرددون ويصرحون ويقولون ليل نهار مع أنهم مع حل الدولتين؟ ما هما هاتان الدولتين؟ نحن مع حل الدولتين. ما هما هاتان الدولتان؟ الدولة الأولى عرفناها هي فلسطين. ما هي الدولة الثانية؟ هو اعتراف حقيقي بدولة إسرائيل، أحببنا أم كرهنا. دولة إسرائيل دولة موجودة. هل هي محتلة؟ إيه نعم. هل هي عدوانية؟ إيه نعم. هل هي صهيونية؟ إيه نعم. هل نقرها على احتلالها لفلسطين؟ لا وألف لا. هل يحرم علينا أن نتعامل؟ والله نحن مطبع مع الأندلس، وهي لا تزال مع إسبانيا وهي تحتل سبتهم ليبيا وجزرا مغربية، تحتل عسكريا وسياسيا واقتصاديا جزءا من بلادنا المغربية العزيزة، ونحن نطبع مع الإسبان. وحق لنا أن نطبع مع الإسبان، لأن هذا الاحتلال ليس من باب الضعف أو الخيانة، وحاشا لله، لنا 540 ولا 550 سنة لأمور. وإسبانيا نفسها بريطانيا تحتل من جبل الصخرة، جبل طارق.
فاذا القضيه مع ان اسبانيا عضو في الحلف الاطلسي في الناتو، اوروبا كلها معها، من الخسراس الى ما نعرفياش الى النرويج الى كذا لتحرير هذه المنطقه جبل طارق. القضيه عندما تدخل في متاهات سياسيه معقده جدا نترك الامر للسياسيين. هل نحن عندما نطبع مع الاسبان هل نحن نتخلى عن سبته ومليليا؟ المغرب لا ما كيعشرش حتى السياره التي تدخل من سبته ومليليا عندها رقم النيميرو ماتريكول ديال سبته ومليليا، المغرب ما كيعشرهاش اصلا، لأنه لا يعترف أبدا بأن سبته ومليليا مدينتان إسبانيتان. فإذا أنا لماذا أخوض في هذا الخوض؟ حتى نقول ما هو الدليل الشرعي، هذا الذين يزيدون عليه بالدين، ما هو الدليل الشرعي الذي يحرم علينا التطبيع مع دولة إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا وما إلى ذلك؟ تطبعون مع روسيا، احتلت من الأراضي الإسلامية وقتلت ملايين من المسلمين في أفغانستان وفي أذربيجان وفي تركمانستان في كل مكان، ولا تزال تقتل الملايين المسلمين في سوريا وفي غيرها. نعم. فإذا لماذا نطبع مع الاتحاد السوفيتي؟ الاتحاد السوفيتي صحابة. لماذا نطبع مع فرنسا؟ لماذا تطبعون مع فرنسا وفرنسا فعلت وجزت يعني ماذا نقول؟ نعم. مليون مرة شكرا. نكرر. يا سيدي يا اخي اسعد. شكرا. اسعد اخي سعيد ابر سعيد. حياك الله وبياك. حياك الله الشيخ محمد فيزي، شكرا جزيلا على تفضلك بالحضور معنا، الله يحفظك. لاله فاطمه الزهراء مرحبا. مرحبا بك. مرحبا 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 بنت عمي. جميع. بصراحة أنا يا الأفكار ديالي مشتين بزاف، ولكن أنا من معليش. البارح فاش بديت البارح اللايف ديال أسعد شرعي وخرجت منه، لأنه ما قدرتش، لأنه كاين استفزاز بزاف. كاينة شي حاجة واقعة فلسطين، المغرب مالو ما عرفتش علاش ديما كيدخل المغرب. الأخت جوهرة تبارك الله عليها، أنا من بعد المداخلة ديال الأخت جوهرة خرجت، لأنه شي واحد طلع من موراها وبقى كيقولها شي حاجة اللي هي ما قالتهاش، بالعكس قالت العكس ديالها، وتبارك الله عطاتو مزيان. واللي كيقول لك هو ما يخرجش وهو مؤثر غير في هذا، انا بنتي غير 15 عام في عمرها، والبارح خرجت ما رجعت حتى رجعت صوتها مبحوح. علاش هو ما يخرج في بريطانيا؟ كاينه الحريه تمايا، علاش حتى هو ما يخرجش ويعبر على داكشي اللي كيقولوا، يورينا لايف، يدي يفتح لينا لايف كيف قالت ليه الاخت جوهره، ويقول داكشي اللي بغى. وكيف ما قلتي يهز مع غزة، يحملها لافتة مع غزة ولا بصوته يورينا، يفتح لنا لايف. انا راه قبل فاش كنتي فاتح اللايف انا كنت كنصيفط لك دي ميساج، جاسبر انك تقراهم. انا دائما كنمشي لاسرائيل بحكم الشغل ديالي، كنمشي شهريا، ونورمالمون هاد الشهر في 25 في شهر غادي نمشي. الاولاد ديالي فلسطينيين من الاب. كنشوف بزاف ديال شي حوايج ملي بديت كنمشي لتما من هذه عامين، بزاف ديال الحوايج اللي حنا ما كناش عارفينهم، لانه تربينا على شي حوايج واحد اخرين وما تنبغيش نقولهم هكا في اللايفات. ولكن انا معاك في الهضره اللي قلتي البارح واليوم، و هاد الشيء اللي كاين، وكنتمنى انك تقرا الميساج ديالي. وبايد يا اسعد الشرعي، انا من هذه اكثر من عام، لانه دائما كيهضر على القوميه والفلسطين وواحد الحاجه واحده اخرى. انا كنعرف فلسطينيين اللي مسيحيين، ما كاينش في فلسطين غير المسلمين ولا اليهود، راه كاين حتى المسيحيين تمايا، متى هما ما كنهضروش عليهم. حتى القدس، انا مشيت للقدس كاين المسيحيين والمسلمين واليهود، وكاين حتى هما عندهم داكشي اللي الكنائس ديالهم وكلشي ديالهم حتى هما تمايا. دونك حتى هما خاصنا نعطيوهم حقهم. دونك حيت هو دائما كيهضر على هذا الشيء، انا كنت تواصلت معاه في الخاص، قلت ليه انا راه بغيت نهضر معاك في هذا الموضوع، لانه انا
كنمشي لتما وكنشوف شي حوايج وكنهضر مع الناس. دونك بغيت نناقشوا في هذا الشيء هذا. تجاوب معايا في الاول ومن بعد ما بقاش كيجاوبني. مني دخلت ليه في الصلب ديال الموضوع هذا ما بقاش كيجاوبني. وهذا الشيء اللي كاين. شكرا فاطمه الزهراء، تحياتي لك المتعني، تحياتي لك، شكرا بزاف، شكرا. مهدي علوي، مرحبا. تحياتي أستاذ ديالي. مرحبا الحبيب. السلام عليكم والسلام على الحضور اللي في الاستماع. ندخل في الموضوع ديريكت. مع الحكم كنعيش في إسبانيا وكنتبع الأخبار ديال الغرب. كاين واحد القناة إنجليزية ناطقة بالإسبانية وكنتبعها. الإنجليز تضامنوا مع إسرائيل لدرجة أن بعض المقيمين في إسبانيا داروا حساب للتبرعات لجمع الفلوس لإسرائيل. كنت كنتظر أنا من الجالية اليمنية ولا الجالية المسلمة اللي عايشة في الإنجليز ولا اللي عايشة في الدول الأوروبية تخرج حتى هما يخرجوا وينددوا يتضامنوا مع الإخوان الفلسطينيين. ولكن ما بان لي والو، بان لي كل شيء مع ظالمة ومظلومة غير بالهضرة، كلهم مع ظالمة ومظلومة. انا اليوم كنتاكدوا، انا صراحه كنت انا كنطلع تما كنت غادي نقول له واش انت مع ظالمه ومظلومه غير بالشعارات، يعني شعارات استرزاق اخي سعيد، كيسترزقوا بالقضيه الفلسطينيه لا غير. هاد الحرب اللي كاينه بينات الحقيقه ديال هاد المسترزقين بالقضيه الفلسطينيه، لا رؤساء ولا دول اللي تيقول لك لا للتطبيع ولا العلاقات مع اسرائيل ولا من هنا ولا دابا بانوا. راه كيقول لك بعض المرات عسى ان تكرهوا خيرا وهو شر لكم. دابا في هذه اللحظه اخي سعيد الغرب كامل كيتضامن مع اسرائيل، كامل الغرب، لدرجه انهم كيديروا فيديوهات اخي سعيد، فيديوهات ديال اللي كيتعداو على المدنيين. وهذا الجزيره دارت قناه كتنشرهم. الجزيره خي مهدي، اسمعني البارح قناه نعم. الجزيره التي يعني كتبان للانسان العادي بانها متضامنه وانها مع حماس ومع غزه ومع الفلسطينيين. قناه الجزيره البارح نشرات فيديوهات ديال هذاك السيد، ذاك واحد راه كان ميت وجبدوه وجروه وجرجروه من دبابه ومشاو كيجروه في الارض، هو ميت، هو جثه. شفتي داك الفيديو ما شفتيش؟ اخي سعيد شفتو، راه كاين داير هو اللي داير في القنوات الاوروبيه دابا. هذاك نشرات والجزيره والباقيه الانسان البسيط كينشروها وكانها انجاز قوي وكبير، مع العلم ان ذاك النشر ديال الجزيره دارته بالعاني ونشراته بالعاني باش اسرائيل تبان للعالم بانها مستهدفه وضحيه. وشوفوا هاد الناس هادو شنو كيديروا في الجثث، التمثيل بالجثث. برافو عليك اخي سعيد. باش ملي اسرائيل غدير اللي بغات دير ما كاينش اللي يقول لها اش كديري. شفتوا اخي سعيد. ودابا المشكل الكبير اخي سعيد وهو دابا المدنيين الغزاويين اللي تقطع عليهم الضوء واللي تقطع عليهم الماء. 30,000 غزاوي اللي تيخدموا عند الاسرائيليين غادي يطردوا مباشره. هادشي اللي تيقولوا الغرب واللي تيقولوا القنوات. تسدوا جميع المعابر. دابا انا كنشوف لايفات مباشره من فلسطينيين ومن قنوات كيبينوا الفلسطينيين، يعني ما لاقيش من يمشي يشري من شي محل، كل شيء تسد. وهذا تيقولوا الا البدايه. والغرب تيتضامن، يعني حتى دوك المساعدات اللي كانت تجي من بعض الجمعيات الغربيه. التتبع ديالي يا اخي مهدي، التتبع ديالي لاول مره الغرب ما كاينش تحفظ ديال اي دوله ضد داك الشيء اللي كديروا دابا اسرائيل في سميتو في غزه. ما كاينش تحفظ واحد، كلشي مع اسرائيل. شوف اخي سعيد والله العظيم انا كنعرف صبريون. صبريون كانوا كيتضامنوا مع فلسطين. دابا بدلوا الراي ديالهم. الشارع الاوروبي كامل مع اسرائيل. الشعوب جيشت بالاعلام ديال الغرب والاعلام ديال اسرائيل وبعد القنوات بحال ديال الجزيره اللي كتبين هذاك الشيء، يعني تجيشوا ليهم العالم كامل ضد اسرائيل ضد فلسطين. دابا هذا الابرياء. دابا اخي سعيد
هذوك المجموعه ديال حماس والرؤساء ديالهم كلهم تيعيشوا في اوروبا. راه واحد راه بناتو كيمشيو بلي كارد كور في فرنسا، واحد من المسؤولين ديال هذيك الحركه، كيمشيو ساكنين في الديور اللي كيديروا مليون ديال الاورو وكثر، وتيهضر من الخارج وتيقول لهم حنا نحن، ولكن ما شافش هذاك الشيء اللي واقع. المهم الاخوان اللي بغيت نقول انا، اي واحد اللي تيقول مع ظالم ومظلوم ولا كيسترزق بالقضيه يخرج فين ما كان. كنهضر على هاد المؤثرين بحال هذا خينا هذا اللي كتهضروا عليه مثلا، بغيت سميتو، راه كاينين عرب، كاينين معاه يمنيين، كاينين معاه تواركه، كاينين معاه يخرج كانه مؤثر، عنده قناه في اليوتيوب، عنده قناه في تويتر، عنده قناه يخرج ويكتب كما قلتي قبيله، يكتب حتى هو يتضامن مع غزه، ويكتبها ويوقف ويدير احتجاج كيما راه المغاربه. انا دابا راني في المغرب دابا راني غنشوف دابا بزاف ديال المغاربه خارجين كيتضامنوا مع فلسطين، كيتضامنوا مع غزه، ما كاينش اللي يهضر معاهم. اخي سعيد قسموا بالله الا بغيت غير نشوف شي حد جا وقال لهم لا اللي جا تيوقف معاهم تيتضامنوا. بغيت نشوف هادشي في القوه الضاربه عاوتاني الذي اللي حدانا، بغيناهم يخرجوا. راني مازال كنتسنى، انا راه مازال ما شفت شي واحد داير شي لايف وخارج للشارع. غريب والله نعم. العظيم، كلشي كيتضامن في التليفون. الرئيس البرلمان ما يخرجوش للشارع هكذا والو، زعما والو هما خويا سعيد قسما بالله الا واحد الدري قبيله راني بارطاجيتهم مع الاخوان داير لايف، قسموا بالله العظيم لا واحد 4000 ولا 5000 مغربي واقفين هازين الرايات ديال فلسطين وكيتضامنوا، وكاين نقول لك صراحه كيدير الرايات ديال اسرائيل في الارض تيعفطوا عليهم قسما بالله العلي العظيم. انا كنتمنى من القوه الضاربه ما يديرش في التيك توك يحط يجمع عليه 10 الناس ويحط مع ظالمه ومظلومه. خرج سيدي للشارع وهز الرايه ديال فلسطين ووقف في الشارع العام في زل شي بلاصه اللي هي عامره وسط المدينه، وقف وجمع لك الناس وتضامن بين هذا هو تضامن زوين. ملي كتخرج للشارع هذا تضامن. اما التضامن في التيك توك راه اي واحد راه تكون في اي بلاد وديرو تقول لهم انا وسط الجزائر وانت راك ما عارفين راك في فرنسا في سونجيليزي جالس. تحياتي لك اخويا برنوس، شكرا اخي تسمح مهدي، لي انا طولت. شكرا بزاف، الله الله يحفظك. يحفظك. مرحبا نعم. اخويا مهدي، مرحبا. ريفيه مغربيه وافتخر، مرحبا من تعمي. سلام خويا سعيد أزول. ازول الخير وتمايلو، عليكم. ازول مرحبا لاله. أزول. أزول. غادي نهضر بالعربية باش يفهموني الخوت. أنا ما نكذبش عليك، هذا النهار كنشكرك بزاف بعدا اللي طرقتي لهذا الموضوع هذا لايف مهم بزاف. أنا بالنسبة لي كان أهم لايف هذا النهار، لأن هذا السيد هذا ما جبرش اللي يربعوه. حنا عينا كنكتبوا عينا المهم في التعاليق وما كيبغيش يطلعنا، لأنه كيختار الناس اللي غادي يطلعهم واللي غادي يجيو على الخاطر ديالو وعلى القناه ديالو. هاد السيد هذا انا ما فهمتش كيتلون مع المغاربه كل مره. المهم الحاجه اللي هو كتجي على خاطره غتجيب له المشاهدات، غتطلع له المشاهدات، لان انا كنشوفها هكا السيد كيقلب على المشاهدات. هو ما كيهمو لا مغربي ولا جزائري ولا يمني ولا حتى شي حاجه. هو كيشوف الموضوع الماده الدسمه عنده هو المغرب، اي حاجه كيحشر فيها المغاربه. السيد كيغوت المغاربه ما عرفتش انا هاد المغاربه شنو داروا. سيدي حنا راه مجتمع منفتح، هو غير لبس جلابه وطربوش فاسي، اعتقد في الخاطر ديالو انه راه فهم المغاربه وانه كيعرف المغاربه مزيان. جا المغرب قراوه الدكاتره شويه ديال التاريخ، دابا هو عند بالو راه المغاربه صافي راه عرفهم وفهمهم. راه المغاربه راه صعابين وراه يقدوا يطلعوا كما طلعوا كينزلوك، هذه هي اللي خصو يفهمها. وانا كنتمنى من خوتي المغاربه، كنتمنى انهم يوقفوا له ويتصدوا له ويقراو ما بين السطور، ما يكونوش داك الفئه اللي باقي عاد مازال ما فهماتوش مزيان. انا كنتمنى انها توصل لواحد القناعه تفهم هذا السيد بانه راه ما عندوش شي حاجه اللي يعني كيأيد بها. حنا ما كنقولولوش يأيد المغرب، حنا ما كنقولولوش، حنا يخلي المغاربه في الثقار. المغاربه كيعبروا على الافكار ديالهم، كيخرجوا فين وقتاش ما بغاو، كيتكلموا بكل حريه. حنا مجتمع يعني متعدد الاطياف، ما عندناش حنا واحد كيلعب هو على الامازيغيه ويلعب على العربيه ويلعب على الاسلام ويلعب على الايديولوجيات. حنايا ماشي مجتمع مشرقي كما فهم هو، غادي يبقى يمشينا على كيفه ولا غادي يمشينا كما باغي هو، باغي يحطنا في قالب واحد. حنا ماشي قالب واحد. ويمشي اللي عاود المغاربه كيجمعهم كيسميهم صهاينه وباننا
كيدير المهم واحد كونتر واحد. ما كل هذه المسائل هذه، لان هذه راه واحد الاستراتيجيه ممنهجه من هذا السيد هذا، خصنا نوقفوا لها وخصنا نتصدوا لها كاملين. وانا كنشكر بعدا ياسير اللي اخيرا يعني اقتنع وفهم هذا السيد. انا مع العلم انني انا فاهمه الداخل ديالو، ياسير كنعرفو، غير هو المهم كان كيحاول انه يدافع عليه شويه وكيقول يمكن لا ياسير باش نفهموا الموقف نتاع ياسير. وياسير انا ما هضرتش معاه في هذا الموضوع، وهو ما هضرش معايا في هذا الموضوع، ولكن انا افهم على ان المقاربه نتاع ياسير ولا نتاع اخوان اخرين كاين اللي كيتعاملوا مع اسعد الشرعي كمنصه، وهذيك المنصه هي منصه امر واقع، بغيتي كرهتي هي كاينه امر واقع. وبالتالي النظريه ديال الكرسي الفارغ هما ما كيامنوش بها، هما كيقول لك لا ما نخليوش الكرسي الفارغ، ومن حقه هذا فيك، هذه موقفه يحترم، ولن اسمح لاي واحد يتهجم على شي واحد من الاخوان اللي كيطلعوا عنده. انا اللي كيهمني هو ناقشوا اسعد الشرعي، ناقشوا القوالب ديالو، ناقشوا النوايا السيئه نتاعو، وخوتي المغاربه نخليهم ترانكيل، عندهم قراءتهم، تختلف معها تتفق معها هذاك شغلك، ولكن ما نهجموا عليهم، ما ننتقدوهم. تفضلي اختي كملي، عندك دقيقه اختي فيا. واخا كنتفق معك 100%. انا كنحيي جوهره اللي طلعت يعني في الاخر، واخا هو بغى يسكتها في الاول، هو ما حسبوش غادي تطلع انها غادي تنتقدو ولا غادي تجي ضده، عطاها الكلمه هذا، ولكن في الاخر صدماتو وتلون في وجهه وتقلب وما بغاش يعطيها الكلمه في الاخر لانه ما عجباتوش. والمهم مر كيبغي يمرر مغالطات وكيبغي يصورنا حنايا باننا راه سميتو حنا ما عرف شكون صهاينه وحنا كذا وحنا مطبعين، الطبع اللي هو كيلعب عليه. اسيدي حنا شي سوقك حنا مطبعين، حنا شفنا هذاك، حنايا مع الدوله ديالنا، مع المؤسسات ديالنا، حنا دوله كامله السياده، وحنا كنقروا يعني حنا تابعين الملك ديالنا. انت بقى بعيد، انت يمني ما غاديش تفهم في الشؤون المغربيه والمغاربيه. ما تعتقدش انك راك فاهم المغرب كما يجب، راه المغربي راه صعيب عليك باش تفهمه، صعيب عليك باش تفهمه. ولهذا انا كناشد خوتي المغاربه انهم يحاولوا يبعدوه، ما يطلعوش لعنده. انا صراحه قبيله قبل ما تفتح انت كنفتح ياسير، كتبت لهم قلت لهم دوزوا عند خونا ياسير، دوزوا عند خوتنا المغاربه، ما تبقاوش عنده هذاك راه كيتاجر. لان فاش قالت له جوهره قالت له خرج حتى انت تما في بريطانيا وعبر على الاراء ديالك وعبر على سميتو، قال لا انا عندي مع شحال من مشاهده هنايا. يعني السيد كيقلب على المشاهدات، لا يهمه مغربي ولا يعني الرأي ديال المغربي نعم. ولا ماشي سوقه هو، والشأن المغربي بصفة عامة ماشي سوقه هو، كتهمو المشاهدات. يعني المغربي بالنسبة له مادة دسمة صافي سالينا. هادشي اللي كان شكرا اخويا لك، سعيد شكرا من عندي، شكرا الله يحفظك. شكرا اخويا، الله شكرا من يلا عندي، شكرا. تروان ودرار مرحبا. الزول عمي بكن باور تروى اخوان كلشي صافا عليكم. كما مانيك لاباس خوش؟ والله نحمد ربي عمي تبارك الله عليك. كيحوالك؟ ايوا سنفرح بزاف قلت اللي ما شافش بيكن باور يمشي يشوف بيكن باور، راه قليل اللي كيعرف هذه عند السي سعيد. اخويا بابا راه حنا من الجمهور الاولون ديال الاوفياء ديال السي سعيد، راه حنا ما شاء الله موسوعه يعني ثقافه فن سياسه تبارك الله. واليوم عاود فرحنا لان خي سعيد عندنا ضريبه كثيره تسبينا وتشتمنا من الاخوان ديالنا، الله يسامح لان حاولنا نفضحوا هذا السيد هذا كيمرر السموم ديالو في الملكيه، دائما كيذكر الملكيه، دائما كيبغي نحاسبوا الملكيه، دخل في الامازيغيه للاسف، تهجم على عصيد، تهجم على الدكتور كلاب، تهجم وتسبينا. حاولنا نبينوا تسبينا، لكن الحمد لله لكل الضريبه ضروري باش توصل الفكره ديالك، ضروري تأدي الضريبه. تبارك الله عليك خويا سعيد، تبارك الله الاخوان. الا سمحتي نمرر رساله خفيفه الاخوان ديالنا، الاخوان ديالنا التيك توكرز، الله يجزيكم بخير. الاختلاف امر وارد وامر صحي في المجتمعات المتقدمه. الا جبنا اليوم حنا عصيد ولا جبنا الدكتور كلاب، عوض تسب وتشتم سير جيب المقرئ الادريسي اللي عنده راي اخر مثلا، نضربوا الفكر بالفكر، ماشي نتسبوا ونتشتموا. هذا امر غير مقبول اخوان المغاربه، وخصوصا في منصات مشرقي سبوا اخواتكم المغاربه. اختلاف وارد، افكار كل واحد والفكر ديالو. في الاسلام كنعرفوا جماعات داخل سميتو الحركه الاسلاميه افكار مختلفه، هذا وهذه بلا ما نسميو. عندك اليسار عندك، والسعيد راه يقدر يوسع في هذا الشيء هذا، الله يرضي عليكم.
الاختلاف وارد، ونضربوا الفكر بالفكر. ما كتختلفش معنا، كتختلف معنا، ما كتفقش معنا، جيب سيدي واحد. راه كاينين دكاتره يقولون عكس ما نقول، الله يرضي عليكم. سؤال اخير اللي غنطرحه خويا سعيد، اعطينا جمهور لهذا القريه، هذا هو المشكل اللي عندنا. اعطينا جمهور، وجمهور غير واعي، جمهور مستهلك للاسف، جمهور لا 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 عاطفي. لا لا لا، شوف تروى شوف تروى ندرة، انا متفق معك في كاع داك الشيء اللي قلته قبيله، غير في هذه النقطه هذه ساختلف معك. قول لي اخي. اختلف معك على انه اذا كان البعض يعتقد على ان الجمهور، ما يسمى بالجمهور، انا ما كنسميهش الجمهور ياك، ما يسمى بالجمهور او المتتبع او التابع او الفولورز او ما يسميه كذلك، راه ذكي جدا، واذا كان كيعجبو يسمع داكشي اللي كيعجبو، فنهار اللي غيسمع الحاجه اللي ما تعجبوش راه ما غيعقلش عليك. وبالتالي هذه النصيحه هذه انا قلتها لواحد نتاع الاخوان ونتاع الناس اللي كيعتقد على انه صار مؤثرا ولا صار عنده الاودينس، فيعتقد انه قادر يدي معاه الناس فين بغى. لا، ما يمكن. وانت غتشوف هذا الشيء اللي مع اسعد، انت غتشوف دابا ردود الافعال اللي غتكون توجه اسعد الشرعي في هذه الايام هذه، انت غتشوف. نتمنى لا، شوف حنا تايقين فيكم سعيد. انا شوف، انا ملي طرقتي انت لان الحمد لله انا متبعك الاوائل من ايام سهير سبريس ولا ربما قبل، انا كنعرف ما شاء الله. وانت اصلا ندوز رساله للناس اللي كيقولوا التجاره. السعيد ابرنوس الواحد، مع احترامي للجميع، الواحد في الناس اللي كيهضر في الموضوع الجزائر، الواحد اللي ما محتاجش جمهور الجزائر باش يبان. السيد من لا شيء يخلق لك فرجه تبارك الله في جميع المجالات. دونك هاد الناس اللي كيتهموا السعيد ابرنوس بالتجاره، القضيه الجزائريه، ما كتعرفوش السعيد ابرنوس قبل ما يدخل في الشيء هذا. شكرا عمي بك المدور باش ما نديركش الوقت. شكرا ترى ندير لك حضر بيا قوما صحيت موحى صحيت موحى. مرحبا خي فيصل ثومات فيصل، مرحبا ثوماتين سعيد أشج باش تجي شويه تيز، باش تجي شويه مداح. الحمد لله الظرافات أشج سيدي ربي. شي حفظ الله تعالى سيدي فيصل. إن شوني بعد موضوع في الصميم. نشد السيور غير هدرت على مسألة الخطورة في هذا الأخ سعيد. ما شاهدته منين بديت نطلع في التيك توك، وأنا جديد في التيك توك ماشي قديم، لاحظت مع هذا الأخ، وأنا عمري ما طلعت له في الجاست، ولا عمري طلع له في الجاست، لأنه كيعرف وهو ذكي في مسألة الشعبوية. وأنت كتعرف الشعبوية منين كتمارس، وتعرف الديماغوجية فين غتمارس على ما تمارس الشعبوية. فلقى هذا المغربي ثم صنع ذاك المصطلح الطبونيين، وثم نعرف هذاك المصطلح وعجبهم المغاربة، وصنع هاد الشعبوية وبدا كيطلع مثلا في اللايفات. أما النقطة مسألة التطبيع، والله إلا حتى هو خطاب شعبوي. أنا عمري ما شفت مثلا هذاك الاسم، عمره ما جاب مثلا شي واحد فلسطيني يهضر على تاريخ مثلا فلسطين، يهضر مثلا على الجمعية العامة، ويهضر مثلا على حقوق الفلسطينيين، ويطلع فلسطينيين يهضروا على مسألة التطبيع مع الدول الأخرى، ولا يهضر على تاريخ الأوقاف الإسلامية مثلا. عمره ما سمعت هضر على مثلا الشرعية اللي تعطت الفلسطينيين مثلا في المقاومة ديال مثلا 1986. يعني احنا منين يخصنا نفرق بين مثلا التطبيع في المصالح مثلا كما تطبع مثلا المغرب مع فرنسا ومع إسبانيا ومع الاتحاد السوفيتي ومع الدول الأخرى، كما تطبع مثلا فرنسا مع ألمانيا. ونحن كنعرفوا تاريخ الحرب العالمية الثانية ما فعلته مثلا في هذه المنطقة، وتطبيع روسيا مع الولايات المتحدة. أما هذا الشخص فدائما مع كل الأسف انا اللي كيبقى فيا ملي كيطلعوا بعد النخبه انا العاميه ماشي هذاك هو المشكل، وانما باش يدير واحد الغسل ويدير المغناطيسيه يمارسها بهذيك الشعبويه. واحد المصطلح سمعوه هو التبونيين، فهذا هو عجبهم بزاف المغاربه كيسقفوا ويطلعوا اللايفات والهدايا. مع كل الاسف انا ماذا بيا مثلا هذاك الدري اللي سميتو ما نعرف اللي كيطلع عندك الشفود الكاميون الميريكان سميتو ياسير، هذاك نعم هذاك اللي كيستحق تلك المنصة. وإنما شفنا المعقول، يعني مثلا من يطبل لتلك المنصة فهم مثل هؤلاء. ولكن أنا مع احتراماتي حتى لهذاك الدري ياسير مثلا احترمه، وإنما حتى هو دار له بزاف البوز، وصل حتى أنه يدافع عنه
هذه هي الطامة الكبرى، يدافع عنه ومدافعة شرسة ضد هذوك اللي كانوا كيدافعوا مثلا على ثوابت الدولة. وبلا ما نذكر الأسماء، بغيت نقول على مسألة حماس. عندهم واحد القرار خداه من الأمم المتحدة في 1986، أعطاه لناميبيا وأعطاه لجنوب أفريقيا وأعطاه حتى لفلسطين، أنهم عندهم الحق الشرعي باش يدافعوا على المناطق ديالهم ويحرروا المناطق ديالهم. فأنا نقول مثلا عندهم الحرية التامة باش يدافعوا، والتضامن. أنا شفت المظاهرة الوحيدة شفتها عند المغاربة، خرجوا شفتهم بالآلاف، خرجوا يضامنون مع القضية الفلسطينية. فهذا هو. وأنا أنتظر مثلا هادو المطبع اللي كيقولوا نحن ضد التطبيع ونحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. ما أنا بغيت نشوف شي مظاهرات مثلا في الدول العسكرية مثلا كالجزائر وليبيا ثم ومصر مثلا. فهذا هو السؤال الذي يطرح. وأنا أقول تحياتي لك الأخ سعيد. تحياتي سي فيصل، كنقول شكرا. لك استمرارية موفقة شي صدار الله يحفظك، بالطرفة. شكرا سي فيصل، شكرا. صحيح. ولد الملكه، مرحبا خويا. الله يحفظك اخي العزيز ازول شكرا با اخي ادم، العزيز. زول با ادم، مرحبا خويا، الله مرحبا. الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا لك وشكرا على المنصه ديالك. وكنتمنى من المغاربه خوتي انا ندعموا هذا الرجل الطيب الصراحه البشوش، دائما كنلقاو في الوجه ديالو يعني داك الضحكه وداك البسمه، وكيخلق لنا السعاده صراحه. فانت انسان دون مجامله اخي العزيز، انت الله يحفظك خويا انسان ادم. تستحق كل الخير صراحه، انسان مثقف مؤدب مخلق. ما كيخرجش منك كلام العيب صراحه يعني. وانا متابعك من اليوتيوب يعني. اخي العزيز، شاتي نقول لك، انا كنحييك على المداخله اللي قلتي احنا شعب حي. قلتي كاين الناس اللي كيخرجوا كي الان خرجوا في مظاهره، كاينين الناس اللي كيقولوا لك شوفوا وريونا اولاد اسماعيل هنيه راهم كياكلوا في قطر وكيديروا الرياضه، كاينين الناس اللي هما مع التطبيع، كاينين الناس اللي هما مع المقاومه. حنا هذا هو المغرب، شعب حي. حنا كاين اللي ما كيعرفهاش اخي العزيز. اذا هنا غنتكلموا على التطبيع. من هو الاخطر؟ واش هو التطبيع الاسرائيلي او التطبيع الايراني الشيوعي؟ علاش مثلا علاش الناس ما كانت يعني الا كان هو هذا الاخ هذا صاحب هذا المنصه، يعني علاش ما كينتقدش بلاده نفسه؟ يعني مثلا لهنا هناك واحد الدوله سميتها ايران احتلت سوريا وخربتها وشيعتها وايضا اليمن والعراق ولبنان، ومشات لكردستان، وراها باغيه تجي حتى لافريقيا. اذا هناك تطبيع اخطر اللي هو التطبيع الشيعي المجوسي. اذا لك الانسان غيمشي يحرر فلسطين ويمشي نحرر بلادي بعدا، يمشي نحرر اليمن من ذاك التطبيع، لان اليمن بلد كنعرفها هي بلد عربيه سنيه ماشي شيعيه. هذا هو الواقع، لاننا عمرنا ما عرفنا بان اليمن كيخرج منها الشيعه وولايات الفقيه الخامنئي وكيصليو على الحجره ديال كربلاء. كنعرفوهم بانهم هما السنيين تابعين امارات المؤمنين. هادشي اللي كنعرفوه. اما بالنسبه اخي العزيز القضيه ديال الان، هذا الاخ هذا خرج جوج ديال الكلمات، خرج يعني داك الشعبويه ديالو التبونيين والمطبعين. فاش كيبغي يدير الخاطر الجزائريين كيهضر على التطبيع، وفاش كيبغي يجي مع المغاربه ويقرب ينزل المغرب كيولي يهضر على التبونيين. اذا هذا هو الواقع. يعني سبحان الله يعني. وانا صراحه هذا الشخص هذا، انا احتراما خوتي المغاربه، انت ربما ما عرفنيش اخي، ربما انا كنت في ديك الساعات في مدينه طنجه العام اللي داز في شهر 10، وهذا العام غادي نهود في اخر شهر 10، لان عندنا ملتقى دولي اقتصادي في مدينه طنجه. وكنت لقيته في مدينه طنجه وكنت قلت له خصك تعتذر على جيتي للمغرب، شفتي المغرب، شفتي كيفاش تنمى المغرب، شفتي التنميه في مدينه طنجه. قلت له هذا الشيء وصلنا له يعني بهذا التمغربي ديالنا، وعندنا ملك كنحبو.
على اي ما والحق اخي العزيز، عمرني ما هاجمت المغاربه خوتي اللي كيطلعوا عنده، بالعكس ياسر اخ عزيز وصديق كمال، من بعد ما بقاش كيطلعوا من بعد هاد يعني الخوت، ولكن يعني وليت حاولت قلت هاد المنصه هذه ربما كتخدم المصالح ديال البلاد ديالنا، ماشي مشكل على وجه كيجي عند الناس مغاربه ضايفوه، وهذه نحاولوا حنا نتنازلوا شويش في مصلحه ديال البلاد وديال الوطن. ولكن نتمنى منه ان جا المغرب وشارك الطعام مع المغاربه ومع يعني ودخلتي لديور المغاربه، حاول انك ما تستفزش في المغاربه، كفى من استفزاز المغاربه، مره تجيب لنا التبونيين، مره تجيب لنا المطبعين وهذا وانت كفى. اذا خرج نيشان لها، شد الحلال بين والحرام بين. نتمنى ان السيد هذا يخرج من الرونده ديالو ويبان على الحقيقه ديالو، يا معنا يا ضدنا، ولكن الايام غادي تكشفوا. وحنا المغاربه كنديروا النيه، والنيه ودير النيه ونعس مع الحيه. شكرا لك اخي شكرا، العزيز. شكرا اخي ادم، شكرا، تحياتي لك اخي ادم، مرحبا مرحبا. انتاركتيكا مرحبا. السلام عليكم. اخي انتاركتيكا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه وعليكم الله. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمح لي راه تنسمع بالفرنسي. انا بيت نقول واحد الحاجه ضد هذاك اسعد الشرعي اللي كان كيدنس الحقائق، وكان قال في واحد معركه بدر أن المسلمين كانوا في عدد 300 والكفار 12,000، وقال بأن المسلمين حين كانوا 300 فرد انتصروا على الكفار الذين عددهم 12,000. والحقيقة الكاملة أن الملائكة ساعدوا المسلمين في ذلك الوقت. والواقع الشهير الذي كان الشيطان المتخفي مع جنود في الكفار هرب حينما رأى الملائكة نازلة من السماء وتساعد المسلمين. فهمت؟ فهو قال بأن 300 فرد انتصروا على 12,000 من الكفار. شكرا انتاركتيكا، شكرا خويا. هذا الذي أريد أن أوضحه. شكرا خويا انتاركتيكا، شكرا على المداخله ديالك، شكرا. ياسير عاود دير داك الكاسكيطه، عاود دير داك الطربوش. لا هاد المره والتيشيرت وكذا. والطابلو، هذاك الطابلو شمن داك الطابلو؟ واش هذاك الشيء اللي في الخلفيه؟ اش داك الشيء تما؟ اجري عارش قتليه هو يقري. ما تمشي اجري بوحدو، ما كيجري سيك. لا مع الضوء بلاتي. لا ماشي، ما عندي داك الشيء لا واحد فنيه، فهم؟ راه عندي واحد الحس فني. اش من مدرسه هذيك؟ اش من مدرسه؟ اش من طيار فني؟ هذا اوروبا الشرقيه. دابا اش داك الشيء؟ عطينا واحد القراءه في داك الطابلو، شنو الابعاد الفنيه نتاع هذا الطابلو؟ هو فيه ما ينطلق من ظلام دامس فتبدأ الشمس في الشروق إلى أن يأتي الغروب. راه كاين الغروب غير ملي تيبان لك مع الشمس، مع حتى البوله اللي دايرنا هنا. هي عبارة عن لوحة فنية. حتى هي داك الشيء عاود فيه غير الاقواس على ما فراسكش انا. واش انت فنان تشكيلي ولا ما شتيش الطربوش؟ لا تشكيلي وشكيلك اخي ياسر. شكيليا ونشكيليك انا، ما كاين. شوف هانت السابرنوس شاف، ولكن داكشي ماشي انت اللي كترسمو، انت كتشري دابا. وما تيقتينيش دابا. زعما دابا انت اللي رسمتي هذيك والطربوش ما شوف زعما ما لا دابا زعما ما نرسمش انا هذه. لا زعما الا كنتي انت اللي رسم هذيك، انا صافي ما تسليم. راه بغيت نرسم قدامك وانت كتشوف. انت شوف، هذه ماشي انا اللي رسمتها، ولكن الاصاله والمعاصره. شوف تا يديروا لي الضيقه.
وفي اطار الامازيغيه وفي اطار هذه راه شفتوها وقيل البارح. قول لي عاود انت اللي رسم هذيك. لا لا دي جات من المغرب مصايبه مقاده ناضيه. ها شتيها؟ ها شوف الامازيغيه ما تغوتش. وعرفتي راه وهما كيجروا وانا كنجر السي برنوس. شكون هادو؟ تيجر تنجر وانا تنجر تيجر وانا تنجر. ما كملت واحد اللايف غير بالكشيفه. مع من كنتي؟ وشكون اللي عرف على خلاو؟ عرفتي اش داروا لي العيالات بالفلوس ولا؟ عرفتي اش داروا لي صافي درتي لاباس. شوف دابا بحال هكا زعما شي واحد كيعنقك. الحب والله لا. قال لك اذا احب ياسير كيقلي السم. ياسير كيقلي السم. تفضل. ما سمعتكش. شوف اللي كيعجبني في اطار الاسترزاق شنو اللي ولا الحلاوه. فين كاينه الحلاوه؟ عرفتي داك الديسك الحلاوه فين كاينه؟ الحلاوه كاينه هنا. الحلاوه فين كاينه؟ الحلاوه في دوك خاطر شي تاع تنجحتي. كيبقى في دوك اللي كيكتبوا لك والثلاث بك الايام والطلبه والسعايه. كنعرف بين ما راه كاين اللايف غادي في واحد الاطار جميل جدا قسما بالله. تحياتي العز والنصر. قالوا لي خصك تمشي ضروري عند السي ابرنوس. راه داك العلاج اللي عطى البارح راه تيعطي عاوتاني اليوم شي دواء غير فابور. يا حقا ما السي ابرنوس. لا هذاك بشحال خديتي هذاك؟ شوش مكتوبه فيه؟ زاف صافي اسفي من صافي زاف ديال اسفي نتاع اسفي. وي ديما مبروك العز. هو قال لك علاش سماو اسفي؟ علاش تسمى؟ هي من واسفاه على ما اظن كما يقال. وهناك من شرحها بشرح اخر. قال لهم اتاسف لو علمت ان شعب اخر بعد هذا البحر لذهبت وفتحته. وكاين اللي يشرحها لنا عاوتاني باسيف وبزاف. اسف هي اسف. بحال قرسيف وبحال سيفلاو. هو الواد وسيفلاو راه وادلاو. تسمع على وادلاو ياك؟ نعم وادلاو الاسم ديالها القديم كان سميتها سيفلاو يعني اسيف لاو. الواد سميتو لاو. اش كتعني داك لاو الله اعلم. والريصاني جاءت من رأساني جوج ديال الرؤوس.
فدمج. نعم ريساني. أودي ما نعرف لا والو يا سير، انا ما عنديش مع هذاك هذاك زيد. هما جوج ديال الويدان كيتلاقاو كيوليو واد واحد في هذيك المنطقه ديال الريساني، فهم رأساني التقاني في واد واحد. لا يقدر لا هذه يقدر فسميت بالريساني. يقدر ممكن جدا. والمزنق، كتسمع كلمة مزنق ملي كيكون كيتوردوا الخدود. ايوا منين جات هذيك كلمة مزنق؟ الزنق؟ لا زناقة، قبائل. صنهاجة زناقة يزناقنا. حمر الخدود. ومن تما جات مزنق كنقولوا احنا المغاربه، هي من هاد الناس هادو كانت خدودهم يعني حمراء مزنقين، بقاو كيقولوا زناقه. زناقي راه هو ماشي، راه هو الاصل ليس صفه. من الاصل عاد جات الصفه. ويلي هادي واعره جات هادي السي برنو، كان عقت عليك دابا زعما راه انا استاذ وداك الشيء. لا هو داك الخمس، شوف دابا الخمس ابتدائي القديمه كانت ساويه، فهمت؟ فايته الدكتوره نتاع دابا كانوا دايرين لنا فيها الرحمن والواقعه والحديد، وكانوا ديما تيحطوا الحديد. انا ديما كيحطوا هذاك الشيء اللي ما حفظتش، وداك الشيء اللي ما حفظتش هو اللي حطوا. راه داك الشيء اللي قالت لي الوالده غا زيد في حالك انت، باينه ما داير والو. خرجت عندها قالت لي داك الشيء اللي حفظت، داك الشيء عطا الله، رجا في الله. انا كان عندي مشكل في الرحمن كانت صعيبه عليا هذيك. فبأي آلاء ربكما تكذبان كتعاود بزاف. وعام كامل يلاه حفظتها، وحفظت مع الواقعه كانت سهله، الواقعه دغيا حفظتها. والحديد قلت ما غاديش تجي الحديد، وجات الحديد. ولكن واخا هكاك نجحت. ولكن شكون داني الوقت الرحمن داك فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء ربكما تكذبان، لا واخا هكاك انا نجحت. وكان معنا واحد المسخوط سميتو انيس يمكن. كان معنا واحد انيس، ايوا وحتى هو كان وقع له مشكل في ذاك، وكان كيعرض لنا الاستاذ السي بن داود الله يذكره بالخير. هذاك السي بن داود ملي كينوضنا واحد نعرضوا عنده عند البيرو، وهذاك انيس شنو قال له عقلو غادي نبقى نقول غير فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهمت؟ وهذاك اللي من موراها بقى غير يقول يعاود هذه مع ذاك الاستاذ كان ملاه يصحح ولا ما عرف يدير نقاط وما شنو كان ملاه يدير، يعني بحال ما كانش يسمع له، فهمت؟ وبقى بقى 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 بقى, بقى هكذاك حتى عاقبيه غير كيخربق. عرفتي اش دار له؟ هلكو والله الا هلكو. كان عندنا واحد اخر دابا نمشيو للاجتماعيات. كان عندنا واحد في الاولى اعدادي، ما يسمى الان السادسه، داك الساعه كانت في الاعدادي، كانت تسمى الاولى الاعدادي. ايوا كان عندنا واحد الاستاذ ديال الاجتماعيات كان كينطق السين ثاء. حنا دابا اول حصه غندخلوا عنده داك المشكل ديال السين كينطقها ثاء، والصاد كينطقها ثاء. الصاد كينطقها ثاء مفخمه، فهمت؟ ثاء. ايوا وحنا ما عارفينش دابا. وكان معنا واحد الولد سميتو سعيد السبابي، واحد التلميذ سميتو سعيد السبابي باقي عاقل عليه. المهم حنا يلاه طلعنا من الشهاده مازال ما عارفينش القضيه ديال الكتاب ديال الجغرافيا. كاين واحد 4 ديال الاوراق في الاخر كنخليوها ديال المصطلحات، فهمت؟ واحد 4 نتاع الاوراق في الاخر ديال الدفتر قال شرح المصطلحات. المهم الاستاذ قال لنا حسبوا 4 الاوراق في الاخر ديال الكتاب ديال الدفتر، خلينا داك 4 ديال الاوراق في الدفتر. قالنا يلا كتبوا المصطلحات. هو نطقها المصطلحات، كتبوا المصطلحات. دابا اللي عارف اللي ديجا سمع داك كنضحك عليه ولا المهم تقديري واحترامي له، جاي كيدور في الصف، وهو يوقف عند سعيد بحال هكا،
وكيقرا المصطلحات وهو يعطيه واحد الطرشه هنا، قال له ولد الحرام انا كنقول لك المصطلحات انت كتكتب المصطلحات. هذاك سعيد ما فهم والو، ما عرفش علاش تضرب، ما عرفش علاش كلا تضربها. دابا هو كيسمع المصطلحات قال له انا قلت لك كتب المصطلحات انت كتبتي المصطلحات. قال لك واحد قال لك سول الدراري على الصباط بالعربيه الفصحى، وكل كيقول ليه طق 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 طق. جا واحد قال ليه شنو هو هذا؟ قال ليه هباط. قال ليه شنو هو؟ قال ليه هباط. قال ليه خرج جيب باك عاد تجي. هباط شنو هي هباط؟ قال لي سير جيب باك. واش مشى جاب باه، جا معاه باه، ايوا با يشرح ليه الاستاذ. قال له ودي انا راه حطيت للدري الصباط تنقول له اشنا هو هذا؟ تيقول لي هباط. قال لي واش بغيتي يقول لك هبرديله؟ يعني عندهم وراثي داك الساعه، عندهم وراثيه في الافلام. برديله هذه وقعت لي انا، وقعت لي في الجنوب الشرقي في إكنيون. المهم كنت كنقري العربيه هذاك العامين تما اللي كنت كنقري العربيه قبل ما نجي الحسيمه، وليت كنقري الفرنسي. المهم كنقري العربيه. وليد ما تحيدش التعليقات. وليد الله يحفظك وليد، خي وليد رد التعليقات الله يكبر بك. التعليقات راه مهمه الاخوان، راه كاين اللي عايش غير مع التعليقات. راه كاين واحد 1000 والله الا ملاهينا مع بعضياتهم في التعليقات. انا طفاني ملي حيد التعليقات، ما كيسوقوا لا ليا لا ليك انت. والله كيلقاو المتعادلون في التعليقات مع بعضياتهم، ماشي شاد في التعليقات. كتلقى الدباز، كتلقى التعارف، كتلقى النقير، حشي الهضره. خدام لتحت. لايفات خدامه في التعاليق. دونك اخي وليد ما تعاودش، اخي وليد الا سمحتي الله يكبر بك الحبيب، ما تعاودش توقف التعليقات لانها عنصر اساسي من النجاح ديال اللايف نتاعي بعد على الاقل. المهم قلت لك يا ياسير كنقري لهم التربيه الاسلاميه، وفي واحد الحصه غادي يا ربي طرحت لهم واحد السؤال. قلت لهم ما هو الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى؟ المهم تلمت ما عارفينش. التلم ديال الرابع ابتدائي، كان عندي الثالث والرابع مشترك، الثالث والرابع في قسم واحد. ما هو الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى؟ ما جاوبوش هكذا. قلت راه نعاونهم. قلت لهم الكتاب الذي نزل على سيدنا محمد هو القرآن الكريم. نعم يا أستاذ نعم. إذن ما هو الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى؟ واحد يوسف سميتو يشو، واحد التحفة زعما كان عندي عزيز داك يوسف، كان قصير هكذا، قصير الصر كذا حليلو. زيدا يوسف كنقول له انا يشو حيت انا كنت كنهضر معاهم بالشلحه ديالهم. زيدا يشو قال لي النشاط العلمي يا استاذ. حيد القرآن من الشكارة بقى النشاط العلمي. جالسين في القسم وجالس حدايا واحد تنقولوا ليه حنا داد الفاهم، فهمتي؟ شي واحد تيكون ما عنده مي الجعبه ديالو خاويه ولكن خصو يشارك. المهم واحد الاستاذه ديال الفرنسيه، والمهم داد الفاهم وحداه داد ياسير، انا اللي كنت جالس حداه شخصيا، ودايره لينا كتوزع لينا لا ميديسين. هادي لا ميديسين ديال هادي العينين، هادي النيف، هادي الراس، هادي الرجلين، ولكن بالفرنساويه. فين هادشي؟ هادشي في المدرسه في الخامس. لا ميديسين في الخامس؟ غير كتسولنا على داك الشيء لا ميديسين، ما تبقاش تحكر عليا. صافي. دابا نكمل ولا نعاود على شي صاحب؟ لا كمل. اسمح لي. صافي ما قلت والو صاحبي، صافي ميك سير كمل. المهم السيد بغى يقول بقات حاصله ديك لا ميديسين كاردياك. هو يقول لي تا داك الطب ديال القلب
قال باش يقولوا ليه بالفرنسي. وانا راه الفرنساويه ما كاينش. عرفتي كاين اللي كيكون عنده الذكاء واعر. كيجري. خدمت عقلي بان لي كيرسموا قلب في الحيط، كيديروا داك لا فلاش وكيكتبوا اي لوف يو. هي قلت له لوف، قلت له اللوف. قال لها ميتخاس. قالت لي غا سيتي زافير الصوت. وخرجاتو غادي خارج وكيسول مسكين علاش مالياش درت. تسولني انا. انا كان عندنا واحد الاستاذ، دابا مزيان نعاودوا هاد القصص هادو على، كان عندنا واحد الاستاذ في الثانوي جابوه مكلف، هو ماشي كان الاستاذ ديالنا ديال التربيه الاسلاميه. المهم كان عندنا استاذ ديال التربيه الاسلاميه او وقع له شي شهاده طبيه ولا ما نعرف، كان كبير سفلاج مسكين ومريض وكذا، جابوا واحد اخر مكلف، وهذاك اللي جا في شكل، واحد الاستاذ كاع في شكل. ايوا واحد النهار المهم داز شي وقيته غادي يحط النقاط، الاداره كطالبهم بالنقاط، المهم وطالبته بالنقاط ومشى كيعمر النقاط، فهمت؟ عمر ما دارنا لا فرض لا والو. طيب عمر نقاط طق 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 طق، مشى عطاه للمدير. حتى من بعد غادي يعاود لنا، هو عاود لينا قال لنا راه كنتناقش مع المدير، كنتعطل علينا ما دخلش، قال لك تناقش مع المدير. ياك اودي لاباس؟ قال لك اودي عيط لي على داك النقاط اللي كنت عطيتكم. ايوا استاذ كيفاش؟ قال لك عطيتكم من 15 الفوق كاملين. داك المدير قال له استاذ كيفاش انت من 15 الفوق؟ قال له شنو كنقري انا استاذ؟ قال له كتقري التربيه الاسلاميه. قال له هادو اللي كيقراو عندي مسلمين ولا نصارى ولا كفار؟ قالوا مسلمين. قال له اذا عندهم المعدل، عندهم 10، هذه 10 كيبداو منها. في الحقيقه هذه راه عنده هذه القضيه، كيبدا من 10 راه مسلم صافي، مسلم من 10 الفوق ماشي من 10 لتحت. عرفتي والمنطق انا في الاول جاني غريب، ضحكنا، ولكن ملي كبرت لقيت بصح سيدي عنده الحق صاحبي. كيفاش انت التربيه الاسلاميه انت مسلم وانت جايب جوج في التربيه الاسلاميه؟ لا كاين واحد البلاصه بقاو كيقلبوا ينجحوا الناس حتى ولاو داروا لهم 9.5 ولا ما عرفت فاصله 50 معدل ديال النجاح في البكالوريا. قال لك البلاصه الوحيده اللي فيها الناس كتنجح في البكالوريا بقل من المعدل، ومازال ما لقاو النصاب. داك العدد اللي كيبغيو ب9.5 ما لقاوش داك العدد اللي بغاو يدوز في العام، ما كاينش 9.5. فراسك واحد المغربيه في فرنسا جابت 21.5 على 20. عطا شي واحد دبر عليها، عطاها التيبس. لا امتحان نيشان جابت نقطه، نيشان جابت 21.5 على 20 وكانت درت بوم في فرنسا. فات المعدل المغربيه. لا ماشي ضحك، ماشي ضحكها بصح عندهم شي معيار نتاع التقويم كيزيد واحد النقاط اضافيه. هي جابت 20 كامله وزاد داك البونوس، خدات حتى البونوس معاها. هنا معنا واحد خدات البونوس.